هتفرق معاك فيه. والمشكله النادي الاهلي ممكن تحصل، النادي الاهلي جاي في الاخر يفوق، الكيرف يعلى ثلاثات ورا بعض، والزمالك بيكسب بالعافيه. تعادل مع انبي، خسر من الاهلي، كسب سموحه بالعافيه بهدف، لولا الواد خوان بزيرة نزل في اخر الماتش عمل الجون وخرج تاني. فممكن المعجزه تحصل، الله اعلم. طبعا الانسان لازم يكون واقعي مع نفسه. انا مش منتظر معجزه، انا بشوف ان الاهلي السنه دي رغم انه اتظلم في المباراه بتاعت سيراميكا كليوباترا في اول مراحل التتويج بالضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش بتاعت محمود وفا اللي جت في ايد محمد احمد هاني لاعب سيراميكا كليوباترا. لو كان الاهلي كسب كان اهو، كان بقى نفع الوضع ده. قال هيقول لي الاهلي ما اتظلمش، اقول له لا اتظلم، بس الاهلي في الاساس وحش، يعني الاهلي بنفسه وحش تمام. ولكن كان يفرق معاه الجون اللي اتحسب ده، لو ضربه الجزاء اتحسبت كانت يفرق معاه، ولو دخلت واتسجلت هدف. فاهمني ازاي؟ ولكن الاهلي عنده امل لسه، ولسه الدوري في الملعب. ولكن الاهلي انا بقول لك انا مش هنتظر المعجزه والمفاجاه وان الاهلي يهب ان نلاقي الدوري نزل عين للسما، لا. احنا لازم نكون واقعيين ومنطقيين. تتمنى ان الاهلي يكسب ياخد الدوري، ولكن في نفس الوقت لازم تكون واقعي ان انت الناحيه الثانيه تتمنى ان برضه الزمالك يتغلب وبيراميدز يتغلبوا عشان الاهلي ياخد الدوري. ده امنيات شريفه، تنافس شريف. ممكن تحصل، ممكن تحصل، ليه لا؟ محدش عارف ايه اللي هيحصل. النادي الاهلي بصراحه بادئ يعلى وبادئ يعني الكيرف بتاعه يزيد، والزمالك الكيرف بتاعه بينزل. وسيراميكا كليوباترا يا جماعه فرقه مش قليله، فرقه قويه جدا. تعتبر دلوقتي سيراميكا كليوباترا هي اللي هتحدد مين بطل الدوري، او هي اللي فرقت في تحديد فعلا بطل الدوري. دلوقتي سيراميكا كليوباترا اتعادلت معانا، وقعت مننا نقاط. اتعادلت امبارح مع بيراميدز، وقعت منه نقاط. لو كسبت الزمالك هتبقى هي فعلا سيراميكا كليوباترا هي اللي حددت مين بطل الدوري. وكلنا ثقه في ابننا علي ماهر ورجاله سيراميكا كليوباترا اللي هو الاهلي 2 او الاهلي بي، عمرو السوليه بقى وكريم الدبيس والجماعه الحلوين دول. فاهمني؟ ليه لا؟ ممكن تحصل، سننتظر وسنرى. لو شايف ان الاهلي هيقدر ياخد الدوري والمعجزه هتحصل، اكتب لي رايك في الكومنتات، توقعاتك وامنياتك. توقع شيء والامنيه شيء، ونشوف مع بعض يوم 20 ايه اللي هيحصل، وان شاء الله نفرح مع بعض. توقعاتكم في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والفولو، كومنت كويس علشان تشوفني في فيديو جديد.